يسعد صباحكم جميعا. النهاردة معانا الكشك الاسكندراني. مكوناته بسيطة وطبق حرش جدا. مكوناته كالآتي: معايا هنا هو كمية من الجمبري، هاتيه متوسط الحجم، ما يبقاش كبير قوي عشان على بال ما يتنضف يبقى على قد اللقمة معانا. معايا كمية من الطماطم، معايا نعناع للتزيين، ومعايا بصل وثوم. بناخده جزء من النعناع على حبة الثوم وبيتهرسوا. يلا بينا على الطريقة على طول. انزل ببصلتين متقطعين. الأكلة دهيت بتحب البصل المعقول، يعني كيلو جمبري على كيلو طماطم على بصلتين كبار. اخدت معايا اللون الاحمر ده كده. انزل بقى بالطماطم، واول ما تغلي اكون خلصت طبعا تنظيف الجمبري. نضفت الجمبري كده هوت، وشوفوا يدوب الحجم بتاعه كده هوت معقول متوسط. نضفته. طبعا اهم حاجه في الجمبري انك بتشيلي الكيس الترابي من ظهره بعد 3 عقله كده هوت بابره او بخلايه. معايا هنا هوت الكبه، هنزل بيها بحزمه نعناع. اهم حاجه في الاكله النعناع، واحنا بنقوله اكله حرشه. يبقى معانا النعناع الاخضر الفريش، ومعايا راس ثوم محترمه، هي اللي بتدي الطعم وتخلص الكلام يعني. هفرمها كده وانزل بيها نية مع الطماطم قبل الجمبري. لغاية معانا كده انزل بقى بكبشة محترمة من النعناع والثوم، بيتحطوا نايمين، يعني شوية الثوم مع شوية النعناع بتحطيها نايم. طبعا على حسب الكمية، انا عاملة برضو كمية معقولة مش كتيرة ولا شوية يعني. ريحة الثوم مع النعناع تحفة. انزل بالجمبري، املح بقى، ملح وايه، صلي على النبي. صلي على النبي وملح. ايوه. وانزل بفلفلايه، انا حطاها كده كبيره علشان خاطر وانا بحضر في الاطباق ما تبقاش الحتت الصغيره تنزل، انا هاخد بس طعمها. انزل بفلفلايه كده حاميه، ناخد بس طعمها واشيلها. طبعا هنا هوت خلاص كده هوت اتحبكت شويه. انزل بقى بالجمبري. الجمبري طبعا ما بياخدش سوا خالص، فهو يدوب تقلبتين وانا ملحت كده وحطيت الفلفل بتاعي. انزل بالجمبري، انزل كده هوت بالجمبري. طبعا انا غسلاه كويس جدا وشطفاه. حد بقى هيقول لي انت فين بقى الربط بتاع الطماطم دي؟ معلقتين دقيق كده هو بس الجمبري ياخد تقليبه، وادوب معلقتين دقيق مع معلقه ميه وهنشوف مع بعض. معايا هنا اهوت معلقتين دقيق، فكيتهم كده بمعلقه ميه، وانزل بيها دهيت عمليه الربط. وانزل واحده واحده على قد ما يلف معايا الكشك. واحده واحده كده اهوت لغايه ما تلف معانا. خلصت معانا كده اهوت طريقه الكشك الاسكندراني. طبعا عشان هو لسه سخن فبيبقى القوام كده، اول ما بيبرد بيتماسك عن كده طبعا.
خلصت معانا وصفة الكشك. وطبعا اللي هيسألني على التزيين بتاع النعناع، احنا بنحمروه زي السلق كده وبدقه وبزين بيه طبق الكشك، بيبقى حلو جدا، من الأطباق الحرشة جدا، وأكلة لذيذة طبعا ومغذية بالجمبري طبعا. اتمنى الطريقه تعجبكم وتحوز على رضاكم. وكان عندي النهارده عزومه كده على قد الحال، مش قد مقام الحبيبه الغاليه. تسلمي يا رب يا دورة. وبزينه طبعا بالبصل المحمر، ولا غنى عن الاسماك والرز صياديه بفضل خيركم. طبعا انا ما بحطش توابل كتير على الاسماك يعني، وكل اللي بيتابعوني عارفين كده هوت، عشان ما نغيروش من طعم الاكل، كله نعمة ربنا وكل حاجة حلوة. انا بعمل كده الخل والثوم مع فلفل بقى الوان اخضر اللي موجود يعني. اشكركم جدا واتمنى التوفيق لحضراتكم، وتفضلوا معانا. الودان تصاصف ابيض، والعينين الجمال الدنيا فيها، والذكاء اللي في الدنيا لسه قد كده ما تعملش تواليت من الفضلات، فاهمه كل حاجه لحد دلوقتي ما اكلوش والله لحد